السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنكمل مع بعض الجزء الثاني من الفصل السادس والاخير باذن الله. احنا كده خلصنا القطاع بتاع الصناعة والزراعة وقلنا اهميتهم، ومع ذلك هم ما بيعرفوش يساهموا في التنمية المستدامة، او بمعنى صح اللي هو الناتج القومي. فاحنا هنتكلم دلوقتي عن قطاع البترول، واحنا قايلين ان قطاع البترول ده اصلا برضو بيشترك فيه اللي بيشترك فيه مين؟ القطاع الخاص. القطاع بتاع البترول ده برضو ليه نصيب في جملة الاستثمار المحلي، تمام، وبرضو متقلب، يعني حبة فوق وحبة تحت، إلا إن كان نصيبه من جملة الاستثمار المحلي بيتزايد بشكل مطرود في عام 2003، تمام. المستحوذ 15% من جملة الاستثمار المحلي، وفضل يتزايد زي ما انتم شايفين 21 22 28 27، وهي دي نفس الفترة اللي انخفض فيها نصيب قطاع الصناعات التحويلية من إجمالي الاستثمار العالمي، تمام. يعني مما يدل على ان توجه الاستثمارات نحو قطاع البترول ومنتجاته انخفض، رغم ان هو بيساهم في الناتج المحلي. يعني قطاع البترول كان نصيبه بيتزايد ومع ذلك كان متقلب، ورغم ان هو بيشارك في الناتج المحلي الا ان هو انخفض في المساهمة بتاعته. قطاع التعليم بقى كان نصيبه من اجمالي اللي هو من اجمالي انتشار، يعني اللي هو يعني من مساهمته في أحداث التنمية المستدامة كان متدني جدا، رغم ان هو دوره مهم جدا. ليه مهم؟ علشان هو بيخرج ليا موارد بشرية فعالة وملائمة للمتطلبات بتاعة التنمية. من غير تعليم أكيد مش هلاقي حد يشتغل عندي فاهم متعلم يعرف يقرأ يكتب وهكذا. فكل التعليم أصلا هو أساس من الأسس التنمية المستدامة. فهو أنا عندي هنا بيشاركوا بإيه؟ أهو بيشارك إجمالي الاستثمار العام متدنيا، رغم ان هو اهميته لا تتلائم مع التقلب بتاعه. طيب، والصحة نفس النظام، هو اقل نصيبا في حجم الاستثمارات المخصصة له. حلو. واللي بتتراوح ما بين 1.2% ل3.8% طول 25 سنة، رغم انه مهم جدا وهو ما يعد مؤشر على تدني الاستثمارات الموجهة لهذه القطاع الهام. يبقى انا عندي الصحة والتعليم رغم اهميتهم ودورهم الا ان هما بيشاركوا او بيساهموا في الاستثمارات بشكل متدني جدا، مش بيدل على اهميته. وبكده نكون خلصنا البعد الاقتصادي. هنيجي نشرح بقى البعد العالمي. هيقول لي علاقات مصر الاقتصادية بالعالم الخارجي، تمام. من حجم وهيكل التعامل مع العالم الخارجي، ايه اللي احنا استفدناه، او ايه البعد العالمي اللي بيأثر على التنمية المستدامة بالنسبة للاقتصاد المصري. فجي قال لي هنا ايه؟ انا عندي اول حاجه عندي ما هنتكلم عنها هو الانفتاح على العالم الخارجي، حريه التجاره. فمصر حاولت انها تفتح حريه التجاره فيها، سواء عالمي او اقليمي. طيب، عالمي حاولت انها تفتحه من خلال ايه؟ ان هي اشتركت في منظمه التجاره العالميه GATT. حلو. ودخلت في حيز اللي هي التنفيذ اعتبارا من يناير. أما بالنسبة للإقليمي فهي عقدت كثيرا من الاتفاقيات متعددة الأطراف في التكتلات الاقتصادية اللي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمنها عضوية الكوميسا الأفريقية اللي هي بتضم مين؟ مهم جدا، الكوميسا الأفريقية دي بتضم دول شرق وجنوب الى افريقيا طبعا، الى مشاركة مصرية واوروبية. يبقى انا عندي الكوميسا دي بتضم دول شرق وجنوب افريقيا الى مشاركة مصر المصرية واوروبية. كل ده ليه؟ للصعيد الاقليمي، علشان تقدر انها تفتح التجارة الاقليمية. فبالتالي جم بقى عقدوا اتفاقات تجارية ثنائية حرة وتفضيلية. عقدوا برضو اتفاقيات ثنائية بين مصر والدول الأخرى، علشان يحاولوا ان هم يعملوا حرية للتجارة، تمام. طيب، وقال لي بقى من خلال المؤشرات بتاعة التجارة الخارجية ومنها معاناة الميزان التجاري، ان كان في الأول في الميزان التجاري عجز مزمن، تمام. وفضل يزيد العجز ده، يزيد، تمام، في خلال الأعوام اللي موجودة قدامي 2001 وبعد كده 2011 ولحد 2011، تمام. طيب، فبيقول لي ايه هو سبب بقى التزايد المهم بقى عندي اهو؟ ايه سبب التزايد بتاع ميزان اللي هو تزايد العجز في الميزان التجاري؟ تزايد العجز مش تزايد الفائض، مهم جدا، تمام. انا عندي ان السبب هنا نتيجة اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية.
يبقى نتيجة اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية. ومن خلال بقى ال4 سنين اللي فاتوا عرفوا ويحددوا ان حجم التبادل التجاري ده بيتجه نحو الانخفاض في اوقات الازمات، اضافة الى ان هيكل الصادرات والواردات السلعية بيوضح الفارق بينهم متمثل في وجود عجز مزمن. يبقى انا عندي ان حجم التبادل ده بيتأثر بأوقات الازمات، بيزيد ولا بيقل، بينخفض، ده كده بسبب الازمات. تمام. وبيكون عنده عجز ليه؟ بيكون في عجز ليه؟ علشان في اتساع فجوة بين الواردات والصادرات السلعية. طيب يبقى احنا عرفنا ان التبادل بتاع الحجم التجاري انخفض في اوقات الازمات. طيب ازاي؟ ازاي؟ قال لي ان زيادة حجم التبادل التجاري غالبا ما يكون سببه في هو تزايد حجم الواردات السلعية وليس حجم الصادرات السلعية. مهم جدا، صح وغلط. يبقى سببه حجم الواردات السلعية وليس حجم الصادرات السلعية. بعد كده قال لي انا عندي واردات البترولية وعندي واردات غير بترولية. ان واردات البترولية دي هي ازدادت من جملة الواردات السلعية، يعني كان في زيادات فيها، بينما الواردات غير البترولية كان فيها انخفاض. يبقى انا عندي الواردات البترولية كان فيها زيادات من جملة الواردات السلعية، لكن الغير بترولية كان فيها انخفاض. طب الانخفاض بتاع الغير بترولية بقى ده سببه يرجع الانخفاض في الواردات غير البترولية بدرجة كبيرة الى انخفاض في نسبة السلع الوسيطة والاستثمارية نتيجة لتراجع الاستثمارات. يبقى انا عندي 2 من الواردات البترولية، يا اما بترولية يا اما غير بترولية. طب البترولية هي كانت زايدة مع جملة الواردات السلعية، لكن الغير بترولية انخفضت بسبب انخفاضها بدرجة كبيرة، يعني مش كلها، هي بدرجة كبيرة الى انخفاض نسبة السلع الوسيطة والاستثمارية نتيجة لتراجع الاستثمارات. فبالتالي حصل خلل في التركيب السلعي للواردات والصادرات، ومن ناحيتها زود الصادرات البترولية والواردات البترولية. تمام. وراح ملخص ان زيادات في حجم التبادل التجاري او انخفاضه، يعني يكون في عجز، ده مش بيعكس تحسن حقيقي في اداء التجارة الخارجية. انه امال هو بيعكس بيعكس ضعف وخلل هيكل الصادرات والواردات داخل الاقتصاد المصري. جه قال لي لو احنا بصينا للتركز الجغرافي للتجارة الخارجية مع العالم الخارجي، هنشوف ان في وجود خلل في التعامل مع العالم الخارجي، وان هم ما بيعرفوش، وعدم الاستفادة الكاملة من اتفاقيات تحرير التجارة اللي خاضتها مصر. تمام. فممكن النقطة دي تيجي صح وغلط، وان لم يتم استفادة منها كما يجب وان الواضح من تزايد العجز التجاري بين مصر وهذه الدول بتأكد عليه معظم الدراسات المتعلقة بالتجارة الدولية ان الاسباب دي بترجع لعدم الاستفادة الكاملة من تحرير التجارة. يعني تحرير التجارة ده ما جاش ليهم بنفع اصلا. تمام. وعليه فإن تحرير التجارة من خلال اتفاقيات الشركات ليس ضمانا في حد ذاته إلى النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بل يمكن القول إن الاتفاقات دي شرط ضروري للنفاذ، ولكن الشرط الكافي هو توفر الإنتاج القابل للتصدير. يعني أنا مش مهم إن أنا أدخل السوق وأنا ما عنديش حاجة أنتجها، لا، أدخل السوق والشرط الكافي، الشرط اللي هيكفيني إني أنا يبقى معايا منتجات أقدر إن أنا أصدرها. جه اتكلم بقى عن الميزان الخدمي، فقال لي ان الميزان الخدمي ده تمام كان بيحقق فائض متزايد في بداية الاعوام السابقة، الا ان هو ما قدرش ان هو يكفي تغطية العجز المزمن في الميزان التجاري. يبقى الخدم ما عرفش ان هو يكفي العجز المزمن في الميزان التجاري، وزاد الامر سوءا تجاه فائض الميزان الخدمي نحو التناقص، بدأ ينقص طبعا نتيجة اندلاع الازمة المالية العالمية، واللي بيرجع بالاساس الى تناقص متحصلات داخل الاستثمار، تمام، نتيجة انخفاض الفوائد على الودائع بالخارج، وكذلك تقلص ايرادات النقل مع تراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس. يبقى انا عندي ميزان الخدمي ده كان في الاول فائض وفيه زيادة، لكن معرفش يغطي العجز بتاع الميزان التجاري. وبعد كده حصل الازمة المالية فبدأ يقل. تمام. طيب بسبب ان بدأ يحصل تقلصات في كل حاجة، يعني قل اللي هو قل الحصيلة بتاعة ايرادات النقل اللي كانت بتمر بقناة السويس، وقلت الرسوم بتاعة المرور، وطبعا ده انعكس على السفن بتاعة التجارة اللي كانت بتعبر من قناة السويس،
وهكذا. فده اللي خلى ان في حركة التجارة الدولية حصل فيه ركود اقتصادي عشان الأزمة المالية العالمية. جه بعد كده قال اما بقى التداعيات بتاعت ثورة 25 يناير فهي نتج عنها تدهور في فائض الميزان الخدمي، فحقق فائض 7.9 مليار، وبيرجع بالاساس الى ايه؟ العوامل اللي احنا جايين دي. فقال لي ان من ضمن التدهورات اللي اثرت على الميزان الخدمي تراجع الايرادات السياحيه وتراجع متحصلات دخل الاستثمار. انا هاخد النقط الاولانيه بس: تراجع الايرادات السياحيه، تراجع متحصلات دخل الاستثمار، تراجع المتحصلات الحكوميه، تراجع متحصلات خدميه. تمام. من ضمن التراجعات دي كلها حصل ان في ارتفاع متحصلات النقل، تمام، نتيجه لايه؟ لارتفاع رسوم المرور في قناه السويس. ولما ارتفع شركات الملاحة المصرية. يبقى أنا عندي حصل اللي كله تراجع إلا بس في ارتفاع في اللي هو حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، وارتفاع في متحصلات شركات الملاحة. أما التحويلات بتاعة المصريين بالخارج فهي ساعدت في سد جزء كبير جدا من عجز الميزان التجاري، تمام، من بين المعاملات التجارية والتحويلات الفائضة، حتى إن هي بدأت تقلل من العجز اللي موجود في اللي هو الميزان التجاري. ولما حصلت الأزمة المالية العالمية العجز في ميزان المعاملات التجارية بدأ يزيد، ولما حصل ثورة 25 يناير بدأ يقل. يبقى أنا عندي الأزمة المالية دي مع نشوبها كان الميزان بيزيد في بيزيد في العجز، لكن لما حصل ثورة 25 يناير قل العجز. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الاستثمار الأجنبي. فقال لي ان صافي الاستثمارات الأجنبية كان في بداية الأمر متواضع، وبعد كده بدأ في الزيادة، تمام. وبعد ما بدأ يزداد قال لي ان الزيادة دي كانت يرجع التحول والزيادة اللي حصلت في الاستثمار الأجنبي ده، القفزة اللي حصلت دي بسبب بسبب ارتفاع قيمة صافي الاستثمار في محفظة الأوراق المالية. تمام. مهم جدا ان احنا نركز ان احنا عندنا صافي استثمارات محفظة اوراق مالية، وعندي صافي الاستثمارات الاجنبية، فبدأت تزيد وبدأت تقل. فبيقول لي ان هي ارتبطت بتغير اللي هي الاستثمارات بتاعت محفظة الاوراق المالية دي ارتبطت ارتباطا بتغيرات بورصة الاوراق المالية المصرية، فبقت بتزيد وبتقل معاها، وده بينعكس على الحساب الرأسمالي والمالي بميزان المدفوعات. يبقى انا عندي الاستثمارات بتاعت محفظة الاوراق ارتبطت بيه اللي هي البورصة بتاعت الأوراق المالية، تمام، وانعكست على الحساب الرأسمالي والمالي في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى اللي هو الاستثمارات بتاعة الحفظ، واللي بيتميز بالتقلب بين فائض والمتواضع والعجز. يبقى أنا عندي حصل في تقلب بسبب إن هي ارتبطت بتغيرات بورصة الأوراق المالية المصرية. وبعد ما حصلت الأزمة المالية العالمية بدأ في انخفاض في صافي الاستثمارات الأجنبية، وكذلك ارتفاع التدفقات للخارج نتيجة لانسحاب بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق نتيجة للأزمة المالية. يعني بدأت ترتفع التدفقات الخارجية دي لما حصلت الأزمة المالية العالمية، أدى ذلك إن هم بدأوا يسحبوا التدفقات بتاعتهم عشان هم مش قادرين إن هم يواجهوا الأزمة المالية. وقال لي إن الانسحاب بتاع المستثمرين ما كانش فقط اللي هو التقلب بتاعهم، لا ده كمان استثمارات الحافظة المرتبطة بالمضاربة في البورصة العالمية برضو بدأت تقل، وما لبث أن بدأ الحساب الرأسمالي برضو إن هو بيتحسن قليلا في عام تعافي الاقتصاد المصري. وفي النهاية قال إن معظم الاستثمار الأجنبي بيتجه للاستثمار في موارد طبيعية ناضبة، وده طبعا ليه أثر سلبي على البيئة، علشان هو كده هيستخدم اللي هو المفهوم بتاع الاستدامة، إن هو هيبدأ يستنفذ كل الموارد الطبيعية البيئية اللي موجودة عندي من غير ما يبقى شايل هم للأجيال القادمة، تمام. وده بيعوق الاستدامة في التنمية. كما أن الاستثمار الأجنبي بيتسم بعدم التقلب في استثماراته إلا طبعا اللي هي قطاع البترول. يبقى أنا عندي الاستثمارات البترولية بتتسم بعدم التقلب، لكن الاستثمارات بتاعة القطاع الأخرى غير البترولية بتتميز بالتقلب الشديد في أوقات الأزمات الداخلية والخارجية، تمام. فبالتالي أنا عندي الغير البترولية دي مش هتقدر إنها تدعم الأحوال اللي هي التنمية المستدامة داخل الاقتصاد المصري، لكن اللي هي البترولية ممكن تدعم. حلو.
حلو. طيب خامس حاجة عندي هنتكلم عنها وهو ميزان المدفوعات والاحتياطي الدولي. جه قال لي ان انا كان عندي في عجز في الميزان الكلي، واستمر العجز ده بشكل غير مسبوق به، تمام. وكان طبعا ليه اثر مباشر فين؟ اثر مباشر في تناقص الاحتياطي الدولي، وما لبث أن تزايد الاحتياط الدولي من النقد الأجنبي وما يغطيه من واردات سلعية، إلا حصل بقى اندلاع ثورة 25 يناير وبدأ في تراجع في قيمة الاحتياط، زي ما احنا قلنا بيروحوا وبيزيدوا. يبقى هنا ال 25 يناير أثرت بالسلب على الاحتياط بتاع الدولة، خلاه يتراجع بعد ما كان بإيه؟ بيتزايد، تمام. وتأثرا بتداعيات الأحداث التي شهدتها البلد من محصلات من النقد الأجنبي خلال اللي هو النصف الثاني من السنة المالية 2010 و2011. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل أول مرة قيمة سالبة دولارا إضافة إلى ما شهدته الحافظة. بمعنى إيه؟ إن بسبب التراجع اللي حصل بتاع الاحتياط الدولي شهدت لأول مرة إن الاستثمار بيبقى عنده قيمة سالبة، يعني عنده عجز شديد جدا في ثورة 25 يناير. وطبعا التراجع في اللي هو الاحتياطي من النقد الأجنبي ده بيشير إلى ضعف قدرة هذه الاحتياطيات على تغطية الواردات السلعية، وطبعا ده مؤشر سلبي جدا على حالة الاستقرار الاقتصادي في مصر. يبقى أنا عندي اللي بيأثر على الاستقرار الاقتصادي في مصر هو ايه؟ اللي هو ضعف الاحتياطي من النقد الأجنبي. تالت حاجة والأخيرة وهي البعد البيئي. احنا كده خلصنا بعد اقتصادي والبعد العالمي. جه اتكلم بقى هنا عن البعد البيئي، ان لطالما العالم بدأ ان هو ينادي باستدامة العالم، وبعد كده بدأ يقول استدامة التنمية لأي دولة، تمام. فهو قال ايه؟ قال ان هو اولا احنا عرفنا الاستدامة في الفصل الثاني، وقلنا ان هو بيتطلب الحفاظ على الموارد الضعيفة النطفية، وان هو يكون عدم استنفاذها مراعاة لحق الاجيال القادمة، وكذلك عدم اهدار هذه الموارد او تلويث البيئة بشكل يضر الكرة الارضية بوجه عام من الدول التي تعيش بها. يعني ان احنا ممكن لما نستنزف الموارد الطبيعية اللي موجودة عندي ممكن يسبب تلوث للبيئة، تمام. فجاء قال لي ان انا لما عملت تقارير دولية لتغيير المناخ والدراسات الوطنية للموقع بتاع مصر، فلقينا ان مصر هتمر بعدد من المخاطر والتهديدات اللي لا مثال لها، زي مثلا ان ممكن يحصل ارتفاع في منسوب سطح البحر، تمام. زي مثلا انخفاض في الانتاجية الزراعية. فكل الحاجات دي هتأثر بالسلب على مصر، وعليه فلن تستمر الاستدامة الاقتصادية للتنمية دون الاستدامة البيئية. لازم ان احنا نشوف الاستدامة البيئية ايه المؤشرات بتاعتها ونمشي عليها، والتي بدونها ان تكون هناك استدامة للتنمية البشرية، تمام. وان احنا لازم ان احنا نستبدل الاستدامة الضعيفة اللي هي بتركز على النضوب في الموارد الطبيعية بالاستدامة القوية، واللي بتركز على الحفاظ على الموارد الطبيعية. ممكن صح وغلط يقول لي ان هو علشان يكون في استدامة بيئية ان هو يجب استبدال الاستدامة القوية بالاستدامة الضعيفة. ده غلط، لا، الضعيفة بالقوية. طب الضعيفة اللي هي بتركز على الموارد الطبيعية، طب القوية اللي بتركز على الموارد الطبيعية من النضوب. بعد كده هيبدأ يتكلم عن الموارد اللي موجودة البيئية واللي هي ناضبة، تمام. ومن أهم الموارد اللي موجودة في الاقتصاد المصري هنبدأ بيها وهي مورد المياه. فأنا عندي المياه نوعين، يا إما مورد تقليدي يا إما غير تقليدي. طب التقليدي اللي هو بيجي بشكل رئيسي من مياه النيل، تمام، وبيجي من المياه الجوفية، بس الاعتماد الرئيسي في مصر على مياه نهر النيل. طيب اللي هي الغير التقليدية دي اللي هي مياه الصرف الزراعي والصناعي، تمام، ومياه الخزان الموجود في الوادي اللي هو موجود الضحل بالوادي الدلتا. يبقى انا عندي طريقتين، تقليدية وغير تقليدية. التقليدية دي اللي هي الأساسية واللي بتتركز على مياه النيل والمياه الجوفية، بس الأكتر مياه النيل. ومع زيادة السكان طبعا بيبدأ يقل متوسط نصيب الفرد من نسبته من الموارد المائية. ليه؟ لأن مصر حصتها ثابتة في مياه نهر النيل، فبالتالي هتأثر الزيادة السكانية عليه، فهيبقى يقل نصيب اللي هو نسبة الفرد. نسبة الفرد.
فبالتالي مصر هتعاني من ندرة الموارد المائية لاعتمادها بشكل رئيسي على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، إضافة إن في زيادة سكانية بتتزايد وحركة النشاط الاقتصادي مع ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل. جه يتكلم بقى هنا عن المراتب، فقال لي أول مرتبة واللي هي الرئيسية وهي الزراعة، يبقى المرتبة الأولى إن الزراعة هي المستهلك الأول للمياه. طب تاني مرتبة هي إيه؟ اللي هي الاستهلاكات بتاعة المنزلية. تاني مرتبة عندي واللي هي استهلاكات المنزلية. آخر مرتبة خالص وهي استهلاك القطاع الصناعي. يبقى أنا عندي 3 مراتب: الزراعة ثم الاستخدامات المنزلية وبعد كده القطاع الصناعي. وتأسيسا على ما سبق نجد أن مورد المياه هو مورد ناضب يتم استهلاكه كليا، كما أن نصيب الفرد من موارد المياه بيقع تحت خط الفقر المائي. ليه؟ بسبب الزيادة السكانية وأن حصة مصر من النيل ثابتة. تمام. فاحنا لازم مستقبلا ان احنا نوفر كمية مياه كبيرة ونحاول ان احنا نوسع حصة مصر دي، وان احنا نعمل قضايا عشان نقدر نزود بيها المية عشان السكان الزيادة اللي عندنا. زيادة الموارد المائية من خلال إدارة المياه بطريقة تسهم في عدم الإسراف فيها. هيبدأ بقى يقول لي إيه؟ إن إحنا ندير المية بشكل كويس وبالأخص في الزراعة، عشان إحنا قلنا إن دي المرتبة الأولى في الاستهلاكات، وإني أنا أشوف طريقة أحسن من الغمر بالمياه بدل ما أنا أرشد الاستهلاك شوية. تمام. طيب إحنا كده اتكلمنا عن مورد المياه. تاني مورد هو تلوث الهواء. فقال لي إن مصر هنا بتشترك يعني ليها اشتراك كبير جدا في الانبعاثات اللي بتكون غازات الاحتباس الحراري، لان هي بينبعث منها ثاني اكسيد الكربون بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للدول الباقية. وانا اصلا عامله الجزئيه دي كلها اسئله، فانا شايفه ان مصر بتشارك في الانبعاثات بتاعه اللي هي الاقتباس الحراري، وان هي مؤشر سلبي على تزايد في ظاهره الاحتباس الحراري، لان هي بينبعث منها ثاني اكسيد كربون بنسبه كبيره. تمام. وكمان شافوا ان مصر بتستهلك الكلوروفلورو كربون. تمام. ان هي قدرته مرتفعه جدا رغم استنفاذه في طبقه الاوزون، رغم ان عدد المركبات في مصر هنا بدأت تتزايد. فبدأت ان مصر ارتفعت الكثافة بتاعتها للملوثات، زي مثلا تركيز ثاني اكسيد الكبريت والجسيمات العالقة في الهواء المحيط والرصاص وغيره. فهي مصر من الدول اللي بتساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري المسببة لتغيير المناخ العالمي، وان كانت ليست من الدول الكبرى المساهمة فيها، الا ان المشاكل الصحية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة بتؤدي الى ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية. فبالتالي التلوث بتاع الهواء ده مهم جدا جدا. بعد كده اتكلم عن إدارة النفايات، فقال ان لو في تنظيم كويس جدا لإدارة النفايات دي نقدر نستخدم الغازات بتاعتها كإنتاجا لإنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية زي ما حصل في مدينة الإسكندرية. تمام. ولضعف قدرة نظام إدارة النفايات على مواكبة تزايد النفايات بيسبب العديد من المشاكل الصحية والبيئية. ده غير طبعا الناحية الجمالية لمصر كمصدر سياحي، ان هم يعني السياح يجوا يلاقوا زبالة في المناطق والطرق وغيره، ده بيأثر على السياح. يعني هو اصلا بيبوظ الصحة والبيئة وكمان بيبوظ المنظر الجمالي. تمام. طيب خامس حاجة عندي وهي الطاقة. هيبدأ يتكلم عن الطاقة، فقال لي انا عندي حاجة اسمها اللهم صل على سيدنا محمد وقود الأجفوري. طيب ايه هو الوقود الأجفوري؟ قال لي ان مصر هنا من اللي هي القطاعات اللي بتنتج غازات دفيئة. تمام. وان هي بتحب تحرق وقود جدا، فبالتالي بيزود غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيزود في الاحتباس بتاع الاحتباس الحراري بتاع الكون. تمام. فقال لي ان هي بتتمثل في صادرات الطاقة زي النفط، البترول، الغاز الطبيعي والفحم. تمام. فبدأ يكون في زيادة في المعدلات بتاعة الاستهلاك بالنسبة للنفط والغاز الطبيعي والفحم، واللي جعلتهم عرضة للنضوب وحرمان الأجيال القادمة منها. ما احنا قلنا ان هم لو استنزفوها دي من الموارد الطبيعية الناضبة، لو احنا استنزفناها كده بنظلم حق الأجيال القادمة في الموارد دي. تمام. فجي قال لي ايه؟ قال لي في الاخر هذا بالنسبة للوقود الأكفوري والغاز الطبيعي والكهرباء، واللي بينتج جزء كبير منها باستخدام الوقود. لكن في مصادر متجددة زي الرياح والشمس والمياه ممكن ان احنا نسهم في استخدامهم كمصادر اقل تلوثا شوية في البيئة. فبدأ يتكلم عن اول حاجة الطاقة الشمسية،
وان الاهتمام بالطاقة الشمسية بدأ يتزايد في السنوات القليلة، فبدأوا يعملوا ايه، زي مراكز شمسية في مصر، وبتتعاون مع مرفق البيئي العالمي بإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء، واللي بيتم اختصارها يعني عملها بيتم اختصاره امتى؟ ليلا على الاعتماد على الوقود الأجفوري أو الأحفوري أيا كان هو اسمه ايه. وطبعا ان هم يلجأوا للطاقة الشمسية والحرارية وكل الطاقات اللي هي مش هتسبب تلوث بيئي، ده بيقلل من تنويع الطاقة والحد من استنزاف الموارد النفطية اللي بتقلل اللي بتزود التلوث ده اولا. ثانيا ان بيبقى فيها تقلبات في اسعار الطاقة العالمية، يعني وليكن مثلا حصلت ازمة فاسعار البترول زادت، فبالتالي هتزيد عندي، هتسبب ليا مشاكل. لكن انا لو انا بحاول ان انا اعتمد بقدر الامكان على الطاقات الموجودة عندي اللي هي زي الرياح والمياه والشمسية، ده هيقلل عندي ايه ان انا هقلل عندي التنويع، ان انا اتعرض للتقلبات بتاعة الطاقة العالمية، اسعار الطاقة العالمية. لسه خلاص فاضل لي 4 نقط.